بسم الله الرحمن الرحيم. سوف نتحدث عن أصل الأيوبيين ونسبهم وظهور صلاح الدين الأيوبي. يرجع أصل الأيوبيين إلى نجم الدين أيوب الكردي الأصل. كان أبوه يدعى شادي أو شاذي من قبيلة الهذبانية، إحدى القبائل التي استقرت ببلدة دوين في أطراف أرمينيا. اتصل شادي وهو أبو نجم الدين أيوب بشخص يسمى بهروز، وساعد الحظ بهروز فوصل إلى وظيفة كانت تعد من وظائف الدولة الهامة، هي وظيفة حاكم بغداد عام 1108 ميلاديا تحت سلطة السلاجقة، بعد أن كان مربيا لأبناء مسعود السلطان السلجوقي. كان البهروز لدى السلطان السلجوقي مكانة سامية حتى أقطعه قلعة تكريت، وتقديرا لعامل الصداقة الوطيدة القائم بين بهروز وشادي، أسند بهروز حراسة قلعة تكريد إلى نجم الدين أيوب بن شادي، وقيل إنه أسندت لشادي نفسه وآلت بعد وفاته إلى ابنه نجم الدين. وسواء كانت حراسة هذه القلعة في يد شادي أو ابنه نجم الدين، فإن ذلك يبين لنا أن العلاقات بين بهروز وشادي كانت قوية. قضى نجم الدين أيوب في حكم تكريت عدة سنين، اكتسب في خلالها خبرة بشؤون الإدارة وتمتع بمحبة الأهالي، ولكن سرعان ما توترت العلاقات بين نجم الدين وبهروز على إثر حادث اشترك فيه نجم الدين بمحض إرادته وحريته، وذلك أن عماد الدين زنكي أتابك الموصل الذي كان قد عزم على توسيع أملاكه فهاجم بغداد عام 1131 ميلاديا خارجا على الخليفة العباسي المسترشد والسلطان محمود السلجوقي، غير أن الهزيمة لحقت بزنكي وكاد يقضى عليه لولا أن نجم الدين أيوب سهل له سبيل العودة، فعبر نهر دجلة إلى تكريت حيث بقى بها 15 يوما حتى ضمدت جراحه، ثم عاد إلى الموصل. فنشأت منذ ذلك الحين علاقات ودية بين نجم الدين أيوب وأخيه شريكو من جهة، وبين زنكي من جهة أخرى. وفي الوقت الذي توطدت فيه العلاقات بين أسرتي أيوب وزنجي اشتد العداء بين أيوب وبهروز الذي ظل يتحين الفرصة المناسبة لطرد نجم الدين أيوب من تكريت، حتى انتهى الأمر بأن تمكن بهروز من إخراج نجم الدين أيوب من تكريت، وقابل الأهالي خروج نجم الدين أيوب بحزن عميق، مما يدل على مكانته السامية في قلوبهم، على أن نجم الدين أيوب رحب بخروجه من تلك القلعة، وربط مستقبله بشخصية عظيمة هي شخصية عماد الدين زنكي الذي كان إذا ذاك قد عظمت مكانته وأصبح ندا للسلطان السلجوقي. رحلت أسرة نجم الدين أيوب عن تكريت عام 1138 ميلاديا ميممة وجهها شطر الموصل، فرحب زنجي بمقدمها وأكرم وفادتها وقدر مواهب رجالها، فأسند حكم بعلبك بعد فتحها عام 1139 ميلاديا إلى أيوب، وقلت شريكوه قيادة الجيش. ويظهر لنا أن زنكي كان موفقا في استخدام هذين الأخوين العظيمين، فقد كان أيوب حاكم مستنير محبوب من رعيته عادل في أحكامه، كما اتصف شريكوه بالشجاعة والإقدام والمغامرة وحب القتال. وفي ليلة رحيل نجم الدين أيوب من تكريت عام 1138 ميلاديا ولد له ولد سماه يوسف، وهو الذي عرف فيما بعد باسم صلاح الدين. نشأ يوسف في بلاط زنكي بالموصل، وقضى طفولته في ظل والده نجم الدين أيوب في بعلبك، وأخذ عنه براعته في السياسة وشجاعته في الحروب. وتعلم صلاح الدين يوسف علوم عصره وتثقف بثقافة أهل زمانه، فحفظ القرآن ودرس الفقه والحديث. وبعد مقتل عماد الدين زنكي رحل صلاح الدين يوسف مع والده إلى دمشق، ثم دخل في خدمة نور الدين محمود سلطان حلب ابن عماد الدين زنكي، فاستعان نور الدين بشريكوه وابن أخيه صلاح الدين يوسف في تحقيق أغراضه في مصر، وتمكن بمعونتهما من ضم مصر إلى أملاكه. وإلى اللقاء في الموضوع القادم بإذن الله. شكرا.